السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو عشوائي بكل ما تعنيه الكلمة، فراح أتكلم فيه عن العطور اللي أدمنتها خلال السنوات اللي طافت، يعني من زمان حتى على أيام الجامعة. أوكي؟ فهاي الفيديو بيكون جدا عشوائي، فإذا أنت من الناس اللي يحب الأشياء المرتبة وشي فتقدر تسوي سكيب من الحين. أقول لك يمكن يكون الفيديو شوي طويل بس بحاول أختصر. نبتدي بأول عطر. أول عطر كنت دائما أحب إن أستخدمه في الجامعة هو أزارو كروم ليجند، وايد أحبه. كنت أستعملها يوم كانت المغاطي البلاستيك العادية أفضل من هالمغطاة صراحة، بس حرفيا ترى هالمغطاة تجي كذي في البوكس مش تستر. طيب المغاطي اللي قبل كانت أحلى، ولكن الريحة جميلة وكنت وايد أستمتع فيه ووايد أنسأل عنه، وكان يفوح صراحة، وكانت معروفة ريحتي هي ريحة كروم ليجند من أزارو. من أيام الجامعة راح أتكلم عن ديزاينر نيش وايد شغلات. لفترة من الفترات يمكن في 2014 في 2019 تقريبا كان عندي 3 مفضلات وايد أحبهم، ولين الحين موجودين في مجموعتي العطرية، يخلصون واشتري بعدهم. هم سانتال 33 من ليلابو، جالوي من بارفومز دي مارلي، هذا كان توقيعي الشخصي للأمانة، كان بالنسبة لي رقم 1. وكذلك موهافي جوست من بايريدو، هذا تقريبا كل سفرة يكون معاي حزتها. ومن العطور الجميلة اللي كنت أحبها جدا هو لانوي دي لوم نسخة الأو دو تواليت. طيب وعندي كذلك النسخة القديمة جدا، هاي جاتني هدية من أخوي إبراهيم الله يجزاه خير، حديد. طيب خلكم من ذي عادي، النسخة الأو دو تواليت كانت دائما تكون في مجموعتي العطرية. ندخل في اللي بعده. طبعا جالوي كان توقيعي الشخصي لين ما طحت في ايماجينيشن من لوي فيتون، وتقريبا هاي العطور كلها كثير كررتها وكثير أحبها. هذا ما كررته، هذا حبيته وايد فأحبه، وهذا توقيعي الشخصي لين الحين. كذلك للمناسبات عطر فالكار من بولغاري، كثير كررته حق المناسبات وحق الشتاء، حق الشتاء مو بحق الصيف. تمام، حق الصيف لو رايح مناسبة عاد استخدم عطر ثاني، واذا بغيت احط ايماجينيشن مع العود اذا تبخرت معاه تطلع ريحته وايد حلوة. اللي بعد فترة من استعمالي لموهافي جوست من بايريدو تعرفت على سانديزد، وبصراحة سانديزد علمني عنه صديقي عبد الرحمن العبد القادر، وايد حبيته، وللأمانة صعد لرقم 1 بالنسبة لي. عطر صيفي يتميز بريحة أزهار البرتقالة والنيرولي مع لمسات سويت، أداءه وايد قوي وممتع وكثير كررته، وهذا الحين حرفيا عندي غرشة بعد زيادة منه. طبعا بوا إمبريال إذا تذكرون، أدمنت هالعطر بشكل مش طبيعي وسوى زعزعة، وفي الفترة الأخيرة مدمن نسخة الكستريت منه، فشاري منهم طبعا هاي شريت منه ما أتذكر صراحة كم غرشة مخلص منه، هذا 3 لين الحين. أوكي، والجايين أكثر. عموما اللي بعده من أيام قبل وبعد فترة الجامعة بشوي، أو على نهايات الفترة الدراسية، كنت مغرم بسفاري اكستريم من عبد الصمد القرشي، وايد أحبه. للأسف العطر تغير، ما هو قوي نفس قبل، ولكن ما زلت أحبه، وهاي يمكن نسخة 2019 لحين محافظ عليها. وايد أحب العطر وفيه ذكريات ما أنساها صراحة، فعطر جميل وكذلك للمناسبات. طبعا على ذيك الأيام كذلك كنت أحب وايد عطور، منها بلاك أوركيد للشتاء، بس في الشتاء الجو البارد كنت أحب أستعمل بلاك أوركيد نسخة الأودو بارفام. كنت أحب كريد افنتوس للصيف طبعا، خلص الحين عندي نسخة الكولون، بصراحة نسخة الكولون جميلة جدا، ويمكن تكون ممتعة مرات أكثر من النسخ الجديدة أو اللي في السوق يعني من كريد افنتوس الحالي. فقبل كنت وايد أستعمل كريد افنتوس النسخ القديمة، وكنت كذلك مغرم في فيف ديليسيوس. هذا طبعا العطر مقطوع، ولكن بالنسبة لي أجمل كذوق شخصي. أوكي،
اجمل من كل عطوري من البرايفت كولكشن ولا نسخ البريفي من عطورات ديور. فاحب فيب ديليسيوس وايد. من العطور اللي حبيتها وايد في الفتره الاخيره هابت روج نسخه البرفان، هاي قربت تخلص وعندي واحده ثانيه اوريدي. وجايدنس 46 من امواج ادمنته، واثنيناتهم من العطور اللي كثير نسال عنهم، بالذات جايدنس 46 اداء ممتاز وروايح جميله. وطبعا هذا ذكوري اكثر، هذا شوي يميل نسائي اكثر، لكن هذا رجالي، هذا ممكن الاثنين يستخدمونه بكل سهوله. من فريدريك مال اول عطر اخذته في حياتي كان ماسك رافجار. هاي غرشه ثانيه كنت وايد احبه، ومختلف العطر شوي، ما هو عطر سهل ولكن جميل وحلو في الشتاء. بس بعده طحت في غرام فرنش ليفر، واتذكر وقتها كنت اخذ الغراش الصغيره هاي 30 ملي، اخذ يعني 3 4. كان بصراحه وايد طيب معاي علاء يوم كان ماسك البوتيك، فكنت اخذ غرشه واخذ معاها الثلاثه. وايد كنت استعملها. سوري، ال10 ملي اللي يجونك 3 في كرتون، او ال 30 ملي وين برويكم اياها بعدين. في غراش ال 30 ملي كذلك كان عندي منه، فكثير كنت استعمل فرنش ليفر. عيبه هو الاداء، عطر ذكوري جميل جدا صراحه. نرجع بالزمن شوي ورا، في مقابلتي في يوم اشتغلت كان عطري ارماني كود، بس مش هذا، نسخه الاودو تواليت القديمه، الغرشه القديمه. يا اخي العطر كان يعني تعطر منه وتطلع. اول مره جربته كان في 2005 على ما اعتقد. تعطر بالعطر وتطلع يفوح في المكان، وريحته وايد حلوه، وكان توقيع شخصي جميل جدا. هذا بعد زين صراحه نسخه البرفان، ولكن هذا اللي عندي الحين، فعشان شي قاعد ارويكم اياه. لكن انا كنت مغرم بارماني كود نسخه الاودو تواليت النسخ القديمه. كذلك كنت مغرم ببلو دي شانيل نسخه الاودو برفان. جربت الاودو تواليت مش القديمه كلش، بس على الفتره اللي قاعد اجرب فيها الاودو برفان جربت الاودو تواليت، جربت البرفان. لكن بين النسخ اللي موجوده الحين اكثر واحده تعجبني كريحه هي الاودو برفان، اكثر حتى من البرفان. اما في نسخ سوفاج فاودو تواليت اكثر واحد حرفيا بين النسخ كلها كنت انسال عنه، وريحته عاديه جدا جميله. امبروكسان، دوز عالي من الامبروكسان الخاص، والايزو سوبر طبعا بعد بتكلم في العطر الجاي الخاص في ديور. فكنت وايد انسال عنه صراحه، وكان اداءه وايد قوي. نرجع للايزو سوبر ونتكلم عن ديور اوم 2020 اللي للاسف نزل في سنه 2020 او يمكن نهايه 2019. كان اسمه ديور اوم اودو تواليت 2020. في نفس السنه تمت اعاده صياغته وخربوا العطر وصار اداءه وايد اضعف، ولكن عطر جميل للامانه. حتى العمق اللي في العطر خاف ما هو نفس قبل، ولكن كان عطر وايد ممتع صراحه. فللاسف اخترب العطر، لكن للحين الريحه الدي ان اي موجود. فكان من العطور اللي مدمنها. كذلك ديور اوم انتنس. ديور اوم برفان خذت ايامها نسخه 70 ملي، وكان وايد قوي لدرجه يوم تعطرت مره ركبت سياره مع رفيجي قال لي جمال انزل ما اقدر، طردني. هين وش انزل؟ قال لي انزل ما اقدر، الريحه وايد قويه، كان وايد قوي. فيوم نزلت نسخه 2000 في 2019 كان عندي نسخه العشرة ال 100 ملي وللحين موجوده معاي. كانت اخف شوي لكن بعد قويه، بس كانت اخف شوي ومتقبله اكثر، وهي اللي عندي اياها. وبصراحه انا كنت مغرم في ديور اوم 2020، وقبله كنت مغرم بديور اوم انتنس، وكذلك كنت مغرم بديور اوم كالون بالذات النسخ القديمه. كان اداها بعد وايد افضل. فكان عطر اول ما رشه شم ريحه ليمون شي واضح، لدرجه حتى اسف على التعبير ولكن هاي فعلا. قال لي واحد من ربعي قال لي ريحتك سوري قال لي ريحتك ريحه كلوني، ريحه المنظفات مالت المغاسل والحمامات وانتم بكرامه. قال لي ريحه عاديه هاي. قلت له انطرين يبرد العطر، وفعلا يوم يبرد يصير اجمل، ولكن تتم ريحه الحمضيات، ولكن جميله جدا وممتعه. من العطورات اللي حبيتها كذلك اول ما نزلت او اول ما اخذتها من الفخامه العمانيه واندرلست. احبه حب مش طبيعي، مش في الافتتاحيه وايد ناس تنفروا منها، بس من يبرد يصير جميل اكثر وعميق، والعطر اداء قوي جدا. طبعا نزلت النسخه الجديده موجوده اسهل بمراحل من
هذه النسخة، ولكن هذه النسخة كنت أحبها بالذات يوم تبرد. طبعا من العطور القديمة اللي كثير كنت أحبها هو أكوا دي جيو بروفومو، اللي كنت أتعطر منه، أنزل في المكان الناس يشمون الريحة قبل لا يلتفتون ويشوفوني من قوته وكذلك من جماله. هاي نسخة ما أدري، النسخة العادية مش المغناطيس. قبل كنت أستخدم المغناطيس وايد أكثر، حتى كان عندي السبيشال بلند منه اللي مكتوب عليها بالذهب ولا بالبني، كانت جميلة. من العطور اللي كذلك مع موهافي جوست كنت كثير أخذه معاي سفرات هو زيريوس روج من جيفنشي. وايد أحب هالعطر وأستمتع بريحته صراحة. هالعطر اللي يعتبر قديم بس عمره ما يصير قديم في الزمن يعني، وانت تستخدمه حتى لو استخدمته الحين ما راح يبين كأنه عطر فينتج كذي قديم، بالعكس راح يكون عطر عصري، ريحته جميلة وممتعة جدا، وأنصح فيه حتى لو حصلت النسخ الجديدة البيضة عادي اخذه لأن العطر يستاهل. من العطور اللي كثير أحبها في فترة المطر هو لاكوتيفا من فوية، الشركة الأرجنتينية اللي الهيد كوارتر مالها في ميلان ولا ميلانو. وايد أحب العطر في وقت المطر أو عشان أصنع معاه ذكريات حلوة، فأجواء باردة معتدلة، فكنت وايد أحب العطر وما زلت أحبه. مشكلته إنه مش دائما متوفر ومش دائما تحصله في أماكن أرخص، فسعره في الوكيل فوق 1200 ريال، لكن عطر جميل وأحبه. سوري أنا ما قاعد أوصف العطور وايد، قاعد أتكلم وأنقل يعني ذكرياتي معاكم. طبعا من العطور اللي حبيتها كذلك من أول تجربة وخلصته وأخذت عطر ثاني، وأمس شريت واحد ثاني منه هو إترنال ليلي أمبر من بوهوبوكو. هاي حرفيا كل ما أتعطر فيه وأنا في البيت أنسال يسألوني لهل شو العطر اللي حاطه. وغير هذا أنا يوم أتعطر بالعطر أتبخر ويطلع المكس جميل جدا. آخر عطورات تعتبر بونس شوي، ألا وهم أول شيء هيبسكس مهجاد. هاي ثالث غرشة لي. العطر يمكن شوي الناس يشوفونه ماء النسائي، أقرب حق ديلينا بس أفضل منه بالنسبة لي، ولكن عطر جميل، فوحانه جدا قوي، وكذلك مع البخور ينفع كذلك مع العود يعني. وهذول الثلاث عطور لابد اني اذكرهم. من العطور اللي احب اخذها معاي في بعض السفرات هم اوشينيا من روجا، وايد استمتع بريحته، والحلو فيه انه البخاخ ما يرش وايد فعادي يعني بيطول معك. طيب فعطر جميل واستمتع بريحته. كذلك من العطور اللي احبها وخلصت 50 ملي واخذت 100 ملي هو بلو تاليسمان من اكس نيلو. عطر سهل عادي جدا ولكن جميل وممتع جدا. واخيرا وليس اخرا مسك الختام نيرولي اوترو نوار من غيرلان. يا سلام، من اجمل، هذا بالنسبه لي افضل عطر من النسخ هذه اللي بالغراش هذه. وايد استمتع بريحته. نيرولي بلان سود اقوى منه، ولكن كجماليه وكعطر استمتع فيه. نيرولي اوترو نوار حتى في السفر اخذ منه، مرات اخذه هو مرات اعبي في غرشه صغيره واستمتع بريحته. اسف فيديو طويل جدا بس حبيت اني اسولف معاكم كذي واقول لكم العطورات اللي حبيتها وايد في فتره حياتي يعني، ما ايش اسميها يعني في الفتره اللي طافت خلينا نقول كذي. طيب شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله. طبعا ما حبيت الفيديو يخلص من دون ما اذكر ريفلكشن. هذا اول عطر اخذته من امواج، هاي ثالث غرشه لي. كنت مدمن هالعطر واحبه وايد صراحه، ممتع وجميل جدا. طيب يمكن حد يقول انه يشبه لمال من جامبو غوتيه، وانا اشوف انه مختلف عنه للامانه. كنت احب الاثنين بس ريفلكشن كان هو المفضل بالنسبه لي اكيد. اشوفكم على خير.